حاسة الشم أو الرائحة هي أحد أقوى محفزات الذاكرة. المعلومة دي يمكن ناس كتيرة تكون عارفاها، يا إما لأنهم قرأوا عنها يا إما لأنهم جربوها بنفسهم. أحيانا بتشم ريحة معينة بتفكرك بحاجات حصلت من سنين كتيرة أنت نفسك ما كنتش تتخيل إنك ممكن تفتكرها. ممكن تكون أكلة ماما عملتها لك وأنت طفل عندك 5 سنين، مش شرط إن الأكلة تكون حلوة، ممكن تكون ماما بوظتها علشان كده ما عملتهاش تاني، بس الريحة اللي كانت موجودة ساعتها تخليك ترجع تفتكر تفاصيل اليوم ده بالكامل لما تشم نفس الريحة حتى لو أنت عندك 30 سنة. فعلا أيوة ده حقيقي. بس أنا فكرت ليه الشم بالذات هي الحاسة الوحيدة اللي ليها التأثير ده. عايز تعرف ليه؟ طب الأول اعمل فولو لايك وأنا أقولك. السبب هو إن حاسة الشم هي الحاسة الوحيدة اللي ما عندناش تعريف أو كلمة توصف الحاجات اللي بنحسها بيها. يعني لو قارنتها بالنظر مثلا، النظر بنشوف بيه الألوان، في اسم موجود لكل لون، اللون ده أحمر أخضر أزرق. لو قارنتها بالسمع نقول مثلا في صوت حاد، في صوت غليظ. احنا كمان عملنا نوتات للموسيقى تحدد لك تردد ودرجة كل صوت بالظبط. حتى حاسة اللمس ليها وصف، الملمس ناعم خشن لزج صلب طري. إلا حاسة الشم الوصف الوحيد اللي نعرفه للروايح هو يا إما ريحة حلوة يا إما ريحة وحشة، أو إن احنا نشبهها بريحة تانية نقول مثلا زي ريحة كذا عشان اللي قدامنا يفهم الريحة اللي احنا نقصدها. لكن مفيش أسماء محددة للروايح. ولقيت إن يمكن أكبر وأهم المعاني اللي احنا نقصدها ملهاش كلام يعبر عنها، أو بمعنى أصح طول ما المعنى فضل بدون تعريف أو كلمة تحدده بيفضل معناه كامل زي ما هو. مجرد ما تتحط له كلمة، الكلمة لازم يكون ليها تعريف، والتعريف ده بيضيع نص المعنى. وهنا رجعت لي فكرة فكرت فيها زمان قوي، ليه لغات البشر دايما قاصرة عن توصيل المعاني كاملة؟ أحيانا انت بتقول حاجة والشخص اللي انت بتكلمه بيفهم حاجة تانية خالص غير اللي انت تقصدها. دور على جوجل على عناصر الاتصال وانت هتفهم ليه. ما تنساش عناصر الاتصال. لقيت ان احد اكبر المشاكل في التواصل هو ان كل واحد بيبقى جواه فهم مختلف ولو بشكل بسيط لمعنى كل كلمة. لما تضيف الاختلافات البسيطة دي لكل كلمة على بعض في جمل او عبارات كاملة، بيكون الفرق بين المقصود اللي انت تقصده والمفهوم اللي بيفهمه اللي بيسمع كبير جدا. الموضوع ده فسر لي حاجات كتيرة قوي، زي مثلا ليه احيانا البنت او الست بتبقى زعلانه وتسالها مالك تقولك مفيش، مالك مفيش، مالك مفيش. الموضوع ده مش دايما بيبقى معناه ان هي تقلانه علشان تفضل تتحايل عليها وتحس ان انت مهتم بيها، لا. احيانا هي فعلا بتبقى مش لاقيه كلام يعبر عن الحاله اللي هي فيها او الاحساس اللي هي حاساه. دورت كتير قوي ازاي ممكن يبقى في طريقه تواصل افضل من الكلام. طبعا اول حاجه دورت على امازون على الكابل بتاع فيلم ماتريكس اللي بيدخل في الدماغ من ورا ده عشان ينقل المعلومات، بس لقيتهم لسه ما اخترعوهوش للاسف. دورت تاني لقيت ان في ابحاث اثبتت ان الافعال دايما بتحمل معاني اقوى واعمق بكتير جدا من الكلام. لما دورت لقيت ان ده فعلا حقيقي. ده بيفسر ليه بيقولك انك لو اب او ام وعندك طفل، الطفل عمره ما هيعمل اللي انت بتقوله. الطفل دايما بيقلد اللي انت بتعمله مش اللي انت بتقوله، لان الافعال بتحمل معاني اكبر بكتير جدا من الكلام. لو قلت له ما تكذبش وشافك وانت بتكذب هيكذب. الاب ممكن يقول للطفل لازم تحب اخوك، ممكن يديله تعليمات الحب، ده معناه انك تخلي بالك منه وما تزعلهوش وتساعده، كل الكلام ده. بس لغاية لما الطفل يشوف معاني الحب الحقيقي في تصرفات والده او والدته مع بعض او معاه ومع اخوه، عمره ما هيفهم ايه الحب وهيفضل بالنسبة له المعنى ضايع. طيب والحل؟ اولا لازم نعرف ان مش دايما كل حاجة بنقولها بتوصل للي قصدنا زي ما احنا بنفكر فيها، ولازم نكون حريصين على فهم ايه اللي وصل للطرف التاني علشان نتجنب سوء الفهم. ثانيا نتعمق في دراسة اللغة والقراءة، لأنك كل ما عرفت مفردات وكلمات أكتر كل ما زادت المعاني اللي تقدر تعبر عنها بشكل دقيق. ويكون أفضل لو تتعلم أكتر من لغة، لأن في كل لغة فيها كلمات ليها معاني مش موجودة في أي لغة تانية. تالت حاجة ودي الأهم، حاول تتعمق في فهم كل كلمة وكل معنى بشكل أعمق أكتر من مجرد الفهم السطحي، وده هيفرق معاك كتير جدا في فهم كل حاجة في الحياة عموما وفي فهم تفكير الناس كمان. بس خلاص،